بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم اليوم في تحضيرات رمضان 2024. كما نعرف رمضان راه على الأبواب. جبت لكم أنايا زوج وصفات بالطماطم نحتاجوهم بزاف في رمضان. الوصفة الأولى واللي هي صلصة طماطم، صوص تاع طوماطيز. نستخدموها بزاف في رمضان. أنا هنايا درت كمية تاع الطماطم نقيتها نقيتها زين. طماطم تاع الحبات انا راني دايره هنايا 6 كيلو، ونخليها على نار متوسطه، نشعل عليها وعلى نار متوسطه. ومن بعد كي تبدا هكا تطلق في الماء تاعها نبدو خطره على خطره نحركوها لمده نصف ساعه. هي تطلق لنا في الماء تاعها، وهذه على حسب النار اللي غادي تشعلوها حتى تحسوها كامل طابت لكم. كيما هكا نحركو من تحت باش تجي هذيك لاصوص من تحت، خاطر غادي تلصق لكم. ومن جهه انايا عندي الرحل يدويه، وهي من الاحسن استعمال تاعها بعد اللي طابت لي. وعلى الحمان تاعها نديروها انا في هذا الرحى تاعي. نبداو هكا نديرو الماء تاعها ونبداو نطحنو فيها غير بشويه، غير بشويه نقعدو نطحنو كيما هكا. دوك تنطحنا كامل وتهود لنا. بعد ما كامل الكمية تاعنا نطحنوها كامل، غادي تشكلنا من تحت واحد هنايا في الفرحة تاعي غادي تشكل واحد شكل. هذوك ما غاديش هكا، غادي نصنعو، غادي نزيدو نكملو نطحنوهم مليح مليح مليح. شغل البنة تاع لاصوص راها فيهم هما صايي. هكا انا نبدا نهود فيهم، مازال فيهم الماء نقعد نطحن فيهم. هاد لاصوص نستعملوها بزاف في الشوربه تاعنا في الحريره، يعني بعيدا عن الطماطم المصبره اللي راه يضر بزاف في الاستوما. نستعملو هذه نستعملوها بزاف. حنايا في الغرب نبغوا المرقه الحمراء نستعملوها بزاف، وتقطع عنا كميه كبيره ما شاء الله. هنا ماما كانت تعاون فيا. وما ننساوش كي نقلبوها غادي تجينا هاد القشور تاعها كي غادي نطحنو كامل. هادو ثاني ما ننساوش نقلعوهم. انا بغيت نبينها لكم باسكو كاين بزاف اللي يقيسوهم. هما اللي قلنا نقلعوهم. وهاويناتنا بعد اللي طحناها راكم تشوفوا في لاصوص تاعي كيفاش راهي ثقيله وحمراء ما شاء الله. هنايا من بعد اللي صنعناها غادي نردوها على النار، على النار تكون متوسطه. نحركها هكا، نخليها حتى لي تتشكل لي فقاعات. كي تشكل لي فقاعات نطفو عليها ونخلوها تبرد. عاونتينا الحدة تاعها وين كانت. ومن بعد اللي تشكل لي فقاعات غادي تنقص شويه، وكاين اللي يبغيها تنقص بزاف مي هكا وراهي مليحه. انا هنا درتها في قرع درت لها شويه ملح، درت لها زيت. ديري مع كامل هذيك لاصوص ديري مغرف كبيره ملح هكا باش كي تستعمليها ولا ما تلقايهاش مالحه بزاف. فهنايا تينا نجو لوصفه ثانيه وهي لاصوص تاع البيتزا. في رمضان نديرو بزاف البيتزا، ميني بيتزا. غادي نحط لكم الوصفه تاعها ان شاء الله قريبا. انا هنايا تينا جبت 4 كيلو تاع طماطم، نقولها طوماطيس. ونجيبو حبه بصل كبيره. في 4 كيلو طوماطيس غادي نعطيكم مقادير تاعها معها حبه بصل. نصنعوا هذيك البصله نقطعوها كامل. وهنا من الافضل نستعملوا الكيكوطه باش تطيب لنا بالخف وتجينا عاقده. وهنايا نستعملوا سنين الثوم. انايا كانسانه كي نبغي نجبدها لاصوص بعد اللي تكون جبدت لي نزيد نربي لها سنه ثوم. اللي ما يكونش يبغي سنه ثوم من بعد يدير هنايا كميه تاع ثوم لاباس بها. هنا نستعملوا ربع كاس تاع الزيت، نستعملوا مغرف كبيره سكر، مغرف متوسطه فلفل احمر، ومغرف صغيره كامل الفلفل الاسود. كلشي نديروه بارد على بارد. ما غادي نديرو لا ماء لا حتى حاجه. وهنايا نديرو نص مغرف كبيره تاع الملح، يعني مغرف متوسطه. من بعدها نبلع الكيكوطه تاعي مليح. وهنايا بعد اللي طابت لي لمده 10 دقائق على نار متوسطه نحل الكيكوطه تاعي نبدا نطحن فيها. انا طحنتها في البدايه وما شغل الفيديو راح لي. نبدا نطحن فيها كيما هكا. من بعد تينا ندير الزعتره.
وكاين اللي يبغي السكر ما يديرش يبدا يديرها في التالي، يعني السكر باش نكسرو بيه الحموضية هذا مكان، نديرو شوية زعترة ونردوها على النار، كي كيما لاصوص الأولى كي نحسوها تشكلت لنا فقاعة تبدا تثقى لنا نطفو عليها. أنا استعملت معاها مغرف صغيرة طماطم مصبّرة، هنايا راهي حمرا غير في التصويرة والضوء تاع التليفون راهي تبان كيما هاكا. بصح جات ما شاء الله. هنايا انايا خليتها ليله كامله بردت لي، وكما تعرفوا شغل من درت لها الملح ما بغيتش نخليها في الكيكوطه، درتها هنايا خليتها تبرد لي، بعد لي بردت لي نديرها في قوابس، ماشي شرط ليله كامله، لازم كي تبرد لكم تحطوها. انا هنايا درتها في قوابس، نجاتني زوج. كي تعمروا القابصه ما تعمروهاش حتى الفم، غادي تخلوا لها ليسباس تاعها الفراغ شغل فيها، باش كي ديروها في الكونجيلاتير تاعكم ما غاديش تصنع لكم تنتفخ لكم لا تطرطق لكم ولا صايي. ومن بعد بعد اللي تجمد تجبدوا غير بشويه وتكون واجده لكم. هذيك تحضيرات لشهر رمضان. عايونا لاصوص تاع البيتزا جاتني زوج، والقرع تاع لاصوص